دكتورة سلمى، لنبدأ مع مشروعك، مشروع بروتا. عندما كنت أدرس في يوتا، وكنت أقول لأحد طلابي وهو رجل ناضج، يعني كان يمكن عمره 30 سنة، كنت أقول له بأن عندنا كان نهضة شعرية وهائلة إلى آخره، فتململ. ففهمت من كلامهم من الحديث معه بأنه لا يعتقد هذا، ونحن لا شيء في العالم. وأشعرت بغضب شديد جدا للغاية. يعني أنا نشأت في بيت وطني يؤمن بالوحدة الثقافية العربية، وكان يفخر بأجدادنا كثيرا. والدي كان يفخر، وعندنا لوحة كانت في البيت تقول: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هو لا يعني بأن نكون تقليديين، ولكن أن نكون عصاميين، أن نكون مقتدرين، أن نكون واثقين بأنفسنا. بهذا المعنى كنت أقول لوالدي عندما كبرت: ماذا تعني بهذه اللوحة؟ تريدون أن نكون تقليديين؟ قال: لا، أريدك أن تكوني ذات شهامة وكرامة وقدرة على الإنجاز. خذي هذا من أجدادنا. أرجو أن أكون أخذت جزءا بسيطا منه.